لما جيت مغادر الجزائر كان في غصة، يعني كنت نوعا ما أنه متأثر، كيف أنا بدي أروح أبني حياة جديدة وأنا لساتني شاب أول عمري، قديش لسه نحن كسوريين بدي أتحرك من بلد لبلد، لأنه قبل أنا ما أجي على الجزائر كنت بتركيا، وقبل تركيا كنا بسوريا. فلما كنت في الجزائر طلعت من الجزائر كنت أنا فعلا متأثر، كثير ناس تأثرت. أنا وصلني مسجات على الانستغرام وعلى الواتساب ناس عم تبكي صراحة، وكثير انقهروا إنه كيف أصدقائك ولا المتابعين تاعك؟ أصدقائي ومتابعيني. أصلا أصدقائي قبل بليلة، يعني قبل بليلة ما نجي دبي درنا جلسة كانت كلها حزن، ما فيها ولا نوع من الفرح. يعني أنت متخيلة صديقهم اللي قرأوا معاه من الثانوي، درست أنا معهم قبل أنا من الإعدادي رابعة متوسط حتى ماستر دو هندسة معمارية. شوفي بالنسبة للجزائر امبارح واحد لقيته كاتب لي تعليق: أنت خرجت من الجزائر ولكن الجزائر ما خرجتش منك. وأنا راح أرد على هذا التعليق بجملة بسيطة: الجزائر فيك العز والكرم، بلد الإيمان والأحرار، جئناكم مهاجرون مستنجدين، فكنتم لنا أنتم الأنصار. على لحني أنا هذا الكلام أنا كاتبه بإيدي، يعني مانيش سارقه من عند حدا، ولا كاتبه بإيدي ب 2014، قصيدة واسمها مواطن بلا وطن. شوفي بالنسبة للجزائر امبارح واحد لقيته كاتب لي تعليق: أنت خرجت من الجزائر ولكن الجزائر ما خرجتش منك. وأنا راح أرد على هذا التعليق بجملة بسيطة: الجزائر فيك العز والكرم، بلد الإيمان والأحرار، جئناكم مهاجرون مستنجدين، فكنتم لنا أنتم الأنصار. على لحني أنا هذا الكلام أنا كاتبه بإيدي، يعني مانيش سارقه من عند حدا، ولا كاتبه بإيدي ب 2014، قصيدة واسمها مواطن بلا وطن. وحبيبي من الصحراء وعريب، الجزائر سكنة فينا، وللخضار بجري شيعي. فينا محاربين الصحراء، بالبقري حار شامي لطفات الجمراء، جيش الشعب معاك يا الخضراء.